في كل ليلة عندما تنطفئ الأنوار ويعم الصمت في المكان، هناك شيء يستيقظ، ليس صوتا وليس ظلا عاديا، بل شيء يراقبك. ربما شعرت بذلك من قبل عندما تكون وحدك في غرفتك، وفجأة تحس أن هناك من ينظر إليك رغم أنك تعلم أنه لا يوجد أحد. تحاول أن تقنع نفسك أنها مجرد أوهام، لكن قلبك يبدأ بالخفقان بسرعة، وكأن جسدك يعرف الحقيقة. يقول البعض إنه في منتصف الليل، تحديدا عندما تستيقظ فجأة بدون سبب، فهذا ليس صدفة، بل لأن شيئا ما كان قريبا منك، قريب جدا لدرجة أنك لو التفت قد تراه. لكن المشكلة أنك لا يجب أن تلتفت بسرعة، لأن هناك قاعدة غريبة يهمس بها كل من عاش هذه التجربة: إذا شعرت أن هناك شيئا خلفك، لا تنظر مباشرة، انتظر ثانية أو ثانيتين، لأن ذلك الشيء يختفي فقط عندما تحاول رؤيته. لكن ماذا لو لم يختفي هذه المرة؟ ماذا لو بقي في مكانه ينتظر أن تنظر إليه؟ يقولون أن من يراه لا ينسى ذلك أبدا. عيون في الظلام تحدق بك بصمت، وجسد لا يتحرك لكنه أقرب مما تتخيل. وفي تلك اللحظة تفهم شيئا واحدا فقط: أنك لم تكن وحدك أبدا. السؤال ليس هل هذا الشيء موجود، السؤال الحقيقي هو: هل سبق وشعرت به خلفك؟